لو في حد عندك في البيت كبير في السن 60 70 سنة، ممكن يكون والدك، ممكن يكون والدتك، لا قدر الله اغمى عليهم ووقعوا على الارض، تقدر تشيلهم وتحطهم على السرير؟ اجابتك على السؤال دوت بتحدد انت انهي نوع من الرجال. خليني النهارده اوريك تمرين بيجهزك للحظه زي ديت لا قدر الله لو حصلت، وهو تمرين اللاند ماين سكوات تو بريس. كل المطلوب منك عشان تعمل التمرين دوت ان انت بتجيب قطعه اللاند ماين، بتحط فيها البار وتحط الوزن اللي تقدر عليه، وبعد كده تبتدي تزود بالتدريج. لو قطعه اللاند ماين مش موجوده زي ما انا دايما معودكم، بتحطوا البار في اي كورنر في الحيطه وتبتدوا ان انتوا تعملوه بنفس التجهيز ده. كل المطلوب منك ان انت هتمسك اخر البار بايدك الاثنين او بدراعاتك الاثنين، وبعد كده بتبتدي ان انت تنزل في وضع السكوات، ولما تيجي تطلع لفوق بتبتدي ان انت في نفس اللحظه بتزق البار فوق كتفك بالشكل ده. سكوات وبريس في نفس الحركه، وده فعلا اللي احنا بنعمله لما بنحاول نشيل حد كبير في السن من على الارض لمستوى اعلى. تمرين زي دوت مطلوب منك ان انت تعمله على الاقل من 4 ل 5 مجاميع 10 عدات، وتريح ما بين كل مجموعه والتانيه دقيقه او دقيقتين. طب ايه اللي بيحصل في الجسم لما بنيجي نعمل التمرين ده؟ اللي بيحصل ان انت رجليك بتبتدي ان هي تدفع وزن جسمك بالكامل زائد وزن البار او وزن الشخص اللي انت بتشيله من وضع صعب جدا من اللي هو على الارض لفوق. في نفس الوقت الحوض عندك بيمتد، وبعد كده عندك الجذع بينقل القوه بتاعتك لفوق، بتوصل للاكتاف اللي هي بعد كده بتزق الوزن كله لفوق. ليه هو اهم من تمرين السكوات العادي؟ لان تمرين السكوات العادي انت دايما بتبقى متعود بتشيل البار مرتاح على ظهرك، وابتدي بعد كده تعمل السكوات ايا كان الوزن العالي اللي انت بتشيله. لكن مش ده اللي بيحصل معانا في الحياه الحقيقيه. الحياه ما بتقولكش خد الوزن هو على ظهرك وشيله او اعمل بيه سكوات، لا، انت بتحتاج ان انت تشيل لا قدر الله حد من على الارض وتقوم بيه من السكوات، وبعد كده تنقله لمكان تاني. فزي ما انا معودكم، حاولوا ان انتوا تزودوا التمرين دوت مع تمارين الجيم اللي انتوا بتعملوها عشان تبقوا جاهزين لموقف زي دوت لما يحصل معاكم في الحياه اللي احنا بنعيشها. لو حابين تتمرنوا معايا بنفس الشكل اذا كان اونلاين او في الجيم، ابعتوا لي كلمه جاهز في الرسائل وانا بتواصل معاكم على طول. شكرا ومع السلامه.